الرحلات المدرسية من الأشياء الممتعة اللي كنا ننتظرها من كنا صغار. من يقول لك هذا الأسبوع اكو رحلة راح تشوف الفرح بكل مكان، ودائما كنا نتمنى أنه تكون الرحلة المكان بعيد. يعني إذا مكان قريب مثلا منتزه قريب على المدرسة راح يقولوا لك بس أول درسين وترجع تكمل الدوام، فهاي كانت كارثة. وأحلى متعة من تكون الرحلة مثلا للزوراء، المكان اللي كان بالنسبة لنا عظيم ومتنوع بألعاب وبحديقة حيوانات وكنا كلش نستمتع. بس النقطة الأصعب هي من تتيه برحلة، إذا تيهت بوحدة من هاي الرحلات فهي انها الكارثة. وفعلا صارت وياي وبأحد الرحلات رحنا، وكانت لي أول مرة في حياتي بدي أطلع رحلة مدرسية، وكنت واقف بمكان هيك منتظر فرحان، لقيت ما حد موجود أعرفه، ماكو أي واحد أعرفه، لا طالب لا مدرس، وحسيت حياتي انتهت خلاص، راح أظل هنا وراح تنتهي حياتي بعد ما أشوف بيتنا. إلى أن إجا هيك رجال وقور قال لي ها بابا ايش بيك تبكي؟ قلت له أنا جاي ويا المدرسة وتيهت. قال لي إيه هاي المدرسة هنا موجودين كلهم، هاي طلاب وهاي تعال أوديك إلهم. وفعلا شفت أصدقائي والمدرسين وفرحت إنه ما صار الكابوس اللي تخيلته. ضيفتنا اليوم هي الإعلامية حنين الغانم، نرحب بيك ويانا واحنا سعيدين جدا بوجودك. طبعا الفكرة مال البرنامج مالتنا شوي راح نرجعك بالذكريات وممكن تفاصيل انت ما حكيتها بالإعلام. زين. نذكرك بأيام المدرسة والشغلات الغريبة اللي كانت تصير. بوقتها كنا نكره طبعا أيام المدرسة بس هسه من نجي نتذكر لا هسه من نتذكر حتكون أيام حلوة. يلا إن شاء الله. تتذكرين رحلات المدرسة؟ أصارحك؟ أنا ما رحت أي رحلة. أبد ما رحت أي رحلة؟ زين ما تتذكرين التحضيرات؟ يعني أمي وأبوي يخافون علي كلش، أنا كبيرة، وأول مرة داومت مدرسة أنا كنت طالبة موسيقى وباليه، أبوي داوم وياي أسبوع كامل يداوم من الصبح لنهاية الدوام. بالموسيقى والباليه تداوم ب8 تطلع ب3، فأبوي يبقى من 8 ل3، وإذا أبوي اختفى عن عيني يصير بكي ولطم وهيشي. وتعرف إنه أنا لحد اليوم عندي نفس التعلق، هذا فشي كلش غريب. أنا لحد اليوم يعني مو إلا هم وياي، بس أنا هالقد متعلقة بيهم لحد اليوم. أنا صعب علي أعيش وحدي، صعب علي أسافر، صعب علي أسوي أي شيء إذا مو هم. زين ايش تتذكرين من هاي فترة مهمة، موسيقى وباليه وطفلة، انه شيء فني كلش، تتذكرين شيء؟ أنا كنت باليه مو موسيقى، يعني راقصة باليه. تعرف إنه أن تكون بمدرسة مهتمة بالفن، أنت باللاوعي تنبني شخصيتك وأنت مهتم بأشياء اللي بنفس عمرك وبنفس جيلك ما يعرفوها. يعني أنت كونك طالب باليه أنت تأخذ جمناستيك ومكياج موسيقى بسيط وباليه، فأنت تطلع تفهم يعني شنو جمناستيك ويعني شنو باليه، وتعرف شلون ترقص وشنو تلبس، ومهتم بفنون فعليا اللي بعمرك ما يعرفوها غير طلاب هذه المدرسة. وممكن حتى يخليك توقفين على ستيج قدام الناس في أكيد. المسرح. أنا وقفت على ستيج في المسرح. تتذكرين أول مرة وقفتي من يس طبعا أتذكر، أعتقد كنت بالثاني ابتدائي. كانت مدرسة اسمها محاسن، الله يذكرها بالخير. بعد شنو هي محاسن هي أخت زوجة الأستاذ جواد الشكرشي، أخت السيدة عاتكة. يعني كان كل شيء مختلف. مدير هذه المدرسة كان طالب القرغلي. تحياتنا طبعا كل الأسماء الله يرحم طالب القرغلي أكيد. ومدير الأعلى من طالب القرغلي ملحن أيضا ما ذكر منه، فكان كل شيء مختلف. الطلاب اللي وياك بنت جواد الحطاب وأبناء فنانين. زين تتذكرين اكو عرض سويتوه دائما مال بحيرة البجع مثلا؟ طبعا هو دا أقول لك اكو عرض بإشراف الست محاسن وأنا كنت موجودة بيه. طبعا أنا كنت مو رئيسية ثانوية لأنه أنا طفلة بالثاني ابتدائي، بس هذه أول مرة صعدت فيها على مسرح، أول مرة اكتشفت إنه أنا ما أخاف من العالم. زين اللي ويا وقت استمريت هواية الابتدائية بس الابتدائية؟ يس بس الابتدائية. بس أعتقد لازم تستمرين، هسه صعب تسوين الحركات أكيد الصعبة والهاي. أكيد، بس أعتقد إنه أني زينة عندي لياقة شوية بسبب ذيك الفترة من حياتي. خلينا نروح هسه للصناديق، فقرة اسمها باك تو سكول، راح نتذكر ذكريات المدرسة، بس هذا كله أنا ما أحب هاي الذكريات، أنا ما أحب المدرسة. يلا اوكي. أنت تدري أني كنت شاطرة، شوف أنا شاطرة لحد المتوسطة ورا المتوسطة سويت كلها شاطرة ابتدائية، بس قبل لا تشوفين بالصندوق خلينا نروح فاصل ونرجع وياك. فتحته. يلا اخذ فاصل. خلينا ناخذ فاصل. فاصل ونرجع لكم وباك تو سكول. ونرجع هسه من الفاصل ونشوف حنين اللي فتحت الصندوق وانا بالفاصل. شوف انا ما
مملحقه على ال5 دينار هاي اكيد. والله هذه الاشياء شنو اللي تتذكريها الآن؟ وهذني كلهن اني مملحقه عليهن. لا 25 دينار ملحقه عليها صح ملحقه على 25 دينار. زين تتذكرين تاخذيها يوميتك كانت لو شنو؟ شوف انا قلت لك انه بالموسيقى والباليه هناك ولاد الناس الكويسين، مجتمع راقي ايه. حرفيا ولاد الناس الكويسين. فانت لازم تروح عندك فلوس. وعلى فكره تعرف شنو يعني موسيقى باليه؟ يعني تقدر تشرب بيبسي وتقدر تاكل موز. موز كان موجود بهاي الفتره اصلا طبعا كنا ما نعرفه. طبعا انا دا احكي اني بالاول ابتدائي بال 99 ماكو موز طبعا وماكو شيء اسمه منو يشتري بيبسي اصلا يعني. البيبسي ممكن اكثر شائع بس الموز مستحيل. ولا حتى لا بالعكس يمكن الموز اكثر شيوعا صح شباب بما انه انتم كبار. البيبسي اكثر شيوعا اوكي المهم. فانت تقدر تشتري قطيات بيبسي، تقدر تشتري بيبسي موزه، وعندك شوكولات يعني نسات الاجنبيه ما موجوده بالشارع. فكان هذا لازم مكان الاحلام. على جزء نروح له. فلازم يكون عندك يوميه زينه. بس شو كنت ترجع لهذا واقع ال 25 دينار من ترجع للبيت وتشوف اصدقاء المنطقه تقدر ترجع لهذا الواقع. زين شو تجيب هاي ما تتذكرين؟ كانت ممكن تجيب لك؟ الحياه الواقعيه بعيد عن حياه الباليه والطبقه الاجتماعيه الراقيه يعني. ما اتذكر لا ما ادري شنو اتذكر. اكو 100 دينار هاي ال 100 دينار ممكن تشتري 4 اشياء. هاي معناها انه ال 25 دينار تجيب شيء اوكي تجيب شيء يعني ممكن تجيب ممكن تجيب عليك اعتقد. اكو هاي الموطه البشعه ولا اللي هي ثلج وتكمشها تصير بيضة. هاي فتشي كلش بشعة. عرفتها اللي هي ممكن عصير ويجمدوه. عافية مو صحيح؟ كلش بشعة وكلش مزعجة. هاي اعتقد ب 25 اعتقد ب 25 تقتل روحك عليها. زين قمر الدين تتذكري؟ تسحل نفسك عليها. اي طبعا اكو قمر الدين كان 25 طبعا اتذكر. اي ذني ممكن تجيبيه يعني هاي ممكن تجيبيها بهاي العمله. ممكن. تتذكرين بعد عمله ثانيه؟ هاي تتذكريها بس 25 100 دينار اتذكر اكو شيء ولونها ازرق. اي لا هاي اكثر ليش لا تطمح. هذني اللي اتذكرهن. انا طبعا ذني اللي اتذكرهن لان 99 تقريبا بعد ما مسجل كنت. شفت طلعت اكبر منك. اي فبس انا نتذكر. متواضعه اقعد ويا الاصغر مني. افتحها؟ حتى اتذكر اكثر. اي فتحي. يلا. اوه هاي روبك. تتذكريها؟ مو حاليا بالطفوله مرت عليك؟ لا طبعا. بدي اقول لك احنا يعني لا طفوله بائسه. انت تحكي عن بس لحظه ذاك الزمن ما كان اكو بيه هيك ما كان هاي الاوبشنز بس اكو العاب منتشره يعني بسيطة. انت كونك تداوم بهاي المدرسه تلمحن هيك تشوف ناس نظيفه ماشيه بيدها هاي زين يا لعبه تتذكريها؟ يا لعبه اتذكرها؟ لعبه بالطفوله اتذكر هذا الكرتون سنافر. انا لحد اليوم انا مدمنه ديزني. لا انا احب الاشياء اليابانيه اكثر الانمي والهاي. لا انا كلش اكره الانمي واني مدمنه ديزني حرفيا. يا فيلم تحبيه من افلام والت ديزني؟ كل شيء. اني اعرف تاريخ ديزني ومهتمه بتاريخهم ومهتمه باول فيلم الدبلجه للعربيه ومهتمه بمنو دبلجه. بس هو السنافر اعتقد انتاج شركه فرنسيه. ما اعرف السنافر انتاج منو بس اني لحد اليوم اي كرتون ينزل لازم اني يعني الا والت ديزني لو قصدك الشيء اللي هو ثلاثي الابعاد اللي رسوم طبعا اي انيميشن يعني الانيميشن اي انيميشن انا كلش مدمنه عليه. اما هذا الفد شيء اللي عرفته وانا كبيره واكثر شيء سويته يعني 3 وجوه او يعني هذا ايش قد هذا 6 5 وجوه وبقى واحد ناقص. بقى واحد؟ انجاز هذا مهم. انجاز. يعني اكو صديقي اسمه مؤيد علم كل العراق شلون يحلون اعرف اكو حاليا باليوتيوب يقول 30 ثانيه نحل هو حل حركات. بس انا ما حاولت استعين به والله. انا اجتهدت وقدرت اسوي وجوه وابقي وجه. بس ما تتذكرين لعبه معينه انت متعلقه بيها وتحبين تشتريها؟ اتاري صغير. انا كنت احب الاشياء مال الولد. ما احب الاشياء يعني لا مو مسدسات نوع اني كيوت مو لدرجه بس انا احب البايسكل. لان انا ممنوعه من الطلعه بالشارع. بايسكل؟ اي. ايش وقت والله بديتي اول مره تسوقين بايسكل؟ يعني هو بالاول ابتدائي. وطلعين بيه مثلا بالشارع ولا بس بالبيت؟ لا هو كان اكو شروط هاي اللي تطلع بالشارع وامك وقفت لك بالباب. انا طفولتي بائسه كلش بائسه. اعتقد يعني انت الاكبر فكلش خايفين عليك. طفولتي كلش سيئه. ما تطلعين ما تشوفين اصدقاء نوقف لك بالباب. طفوله بشعه الله لا يمررها على احد. لحد الان عندي عقده الشارع. لعبت سيجا لعبت سيجا لعبت ماريو. هذا ماريو؟ لا هذا سونيك. شفت كرتون سونيك هسه بس ما اتذكر لعبه سونيك. لعبه ماريو يس. بس بقت عقده عندك انه الخوف الزايد عليك. ما لعبت بالشارع. الان تعودتي على الخوف. انا اريد العب بالشارع. طباشير. زين شنو طباشير؟ شيء مهم اعتقد كان كلش حدث مهم كلش والوان وسخ كلش.
بالضبط. والوان. والوان اي تتذكرين مثلا طبعاً. لما كنتبين على السبوره؟ طبعا. تذكرين فد موقف؟ انا احب الرياضيات، كنت شاطره بالرياضيات، كلش شاطره بالرياضيات وكلش احبه وكلش انتمي له، فكنت اني كلش عندي شغف انه اوقف على السبوره واحل اي شيء بالرياضيات. طبعا لحد السادس نستثني السادس بس ما قبل السادس. بس احسك عندك ارتباك انه تلزمين لان قلتي وسخ. حاولتي ما تلزمين. هو وسخ. يعني هاي السبورات الوايت بورد اجت لي الجيل ايه اللي الجديد هي اللي بها القلم. اللي يسوون نفسهم اذكياء، والله نقذتهم نظف يا فعل وساخه. لا والوساخه وين اكثر؟ من تمسحين؟ مثلاً. يوقع ايه. فنكمل ممارسه الوساخه. نعوفه؟ نروح غير صندوق؟ يا احنا باقيين. لا بس حلو حلو والله حلو هذا. لا جميل يعني أنا عنده أحب. ذكريات حلوه. اي يعني بس وسخ. اوه هاي هنا اللطافه. اوكي شوف هذا الشيء بذكرى كلش ما حلوه، هذا شيء؟ كلش كلش ليش؟ كلش كلش ما حلوه. يصير اقولها لو ما يصير؟ لا قوليها عادي. هي ذكرى عائليه كلش، بس انا ما اعرف يصير اقولها ولا لا، بس انا حقولها. راح قوليها. اني ابويا وامي انفصلوا فتره من الزمن، وبهذه الفتره اني كنت طالبه مدرسه، وعدى علي وقت واني ما شايفه ابويا. ف كان اكو لحظه اجى ابويا للمدرسه وجاب لي محفظه، على فكره اريد اقول اني ما قايلته قبل. اجى ابويا للمدرسه وجاب لي محفظه، واني اتذكر انه اني ما كنت متاكده انه هذا ابوي. يعني اني كان عمرك ايش قد ما تتذكرين؟ بالثاني او بالثالث ابتدائي. يعني ما كنت متاكده انه هذا ابوي. صار ايش قد ليش ما شايفته يعني؟ ما ادري يعني سنوات؟ يعني ممكن سنتين. زين وين جاش؟ للبيت ولا المدرسه؟ للمدرسه. للمدرسه، وكان ابويا وقتها نجم والناس تعرفه وتسلم عليه، فالطلاب اللي وياي يعرفوه اكثر مني ويعرفون انه هذا يمكن كان يعني انت ما حد قال لك انه والدك الفنان؟ لا طبعا اعرف، ايه بس اقصد انه هم شايفيه بالتلفزيون فهم يعرفون انه هو هذا. ايه. انا ما كنت اتذكر اني ما شايفته بالتلفزيون، ما ادري او هو مسوي لك اني ما اعرفه بيه، بس انا اتذكر كلش زين انه كانت اكو لحظه اني ما شايفه ابويا بيه وجاب لك المحفظه. وتكاد تكون هاي واحدة من أصعب اللحظات، إذا مو أصعب لحظة مرت بحياتي بالطفوله. يس. زين تتذكرين شلون كانت المحفظه؟ ايش ايه حكى وياك طبعاً. بوقتها؟ لا أتذكر المحفظة بس ما أتذكر إيش حكى وياي. تتذكرين ايش قال لك؟ لا أتذكر إنه هي محفظة وردية وشكلها كلب وأنا كلش أحب الكلاب، وبقت ورا انكسرت وبقت لي سنوات أنا محتفظة بها ما كنت قادرة أدبر. وزين انت قلتي انه كنت كلش متعلقه بوالدك. ايش وقت بدا هذا التعلق؟ بعد هاي الحادثه لا. لو قبلها؟ قبلها أنا كبيرة وأمي وأبوي تزوجوا عن حب، فكانت أنا نتاج، يعني نتاج هم يريدوه، كانوا مهتمين بي كلش، واني اشبه ابويا بشكل مو منطقي، يعني انا اشبه ابويا حتى باخطاء، حتى باشياء المو صحيحه. زين شنو ذكرياتك عن هاي الفتره؟ هاي فتره الانفصال؟ ما كنت كبيره كلش، بس اني يعني اكو مواقف كانت مثل هذا الموقف. طبعا موقف اللي طفل انه والده ما شايفه ويجيب له هديه اشبه بفيلم قصير يعني. ما اعرف شنو كانت مشاعرك بوقتها، بس يعني الناس من تسمع القصه ممكن اكو هوايه ناس مره بهذا الظرف انه والدهم بعيد عنهم او حتى والدتهم. شو الموقف؟ شوف اني ما عانيت بقد الناس اللي ينفصلون اهلهم ويعانون، اني ما عانيت، بس فكره انه انت ممكن تلتقي بابوك وانت ما تعرفه هذا فد شيء يوجع. وبالمدرسه وكلها عرفتها ما عدهاش. كل اصدقائي اللي منفصلين عن نسائهم او اللي عندهم نوايا ينفصلون، انا اكثر شيء يخوفني انه يمر على اولادهم لحظه ما يعرفون بها ابائهم، لانه انا اعرف كلش زين صعوبه وقيمه هاي اللحظه. اتمنى دائما اللي عندهم اطفال يفكرون بيهم قبل الانفصال، لان الطفل هو المتاثر. الانفصال بهواي حالات هو خيار صح وقرار صح، بس بالاطفال لا، للاشخاص. وحتى بالاطفال ان تكون محترم بعين اطفالك افضل من ان تكون موجود وانت ما محترم. بس انا برايي اشوف انه اذا انت العلاقه مبينه مشدوده، مرات تبين علاقه مشدوده ويصرون على انه يجيبون اطفال ويعذبوهم، هذا هو الشيء الغلط. بس انه مرات الابتعاد هو احترام للطرفين، بس يبقى احتواء للاطفال، يعني مو ما اشوف بس ابني بشرط انه ما تبتعد بهذه الطريقه اللي ممكن توجعهم، وانا اكد لك انه راح يجي يوم وينوجعون من بعدك. اكيد طبعا، وتاثير الطفل كل شويه ابوه وامه. طبعا ضوجناك يمكن في هالفقره وذكرتي شيء حزين كلش، بس قصه حلوه. نكمل. نرجع. ابويا بكل الظروف والاحوال. الله يخلي لك. واو
فانوس انا ما ادري تيهت ما فانوس واو. عندك ذكريات عن الفيديو كاسيت؟ عندنا لحد الان فيديو صدق؟ والله، وعندنا هوايه اشرطه فيديو. وابويا كلش يحب الفيديو ويحب هذه الاشرطه. وبعد اكو اشرطه ثانيه اسمها دي في كام شباب، اصغر من هاي صح؟ انت ملحق على لا لا دي في لا كام هو فد شيء فيديو مصغر، شريط فيديو مصغر يستخدموه لخزن المواد التلفزيونيه بالتصوير. ها اتذكر لعبة يصير أكو يحطوا فوق رام. الفيديو. اشتغل بدالكم شباب؟ تذكرين شنو تشوفين بيه زين؟ مثلا إيه كرتون طبعاً. معين احنا عندنا شيء؟ مسرحيات هوايه. احنا عندنا هوايه، عندنا عروض البابا ايام يمكن بغداد. والدك كان مهتم بالنقطه هاي. يس هو طبعا اشياء ولحد الان موجوده. لا انت شيء خاص بيك ما تتذكريش مثل كرتون تحبيه شغلوا لك؟ احنا ناس متعلقين يعني ابويا الايدل والمحور. كاسيتات عندنا زين الكاسيت. أيوة. تذكرين اغاني معينه ايش تسمعيها؟ اغنيه تحبيها بفتره الطفوله او حتى فتره الشباب؟ شباب ما زلتي طبعا شاب. مادونا واو. شنو احب راشد الواجد كلش. هاي قبل. ايه اي قبل طبعا. بس بالكاسيت اني سامعه عبد الله الرويشد. اكثر شيء ميلوج الاغاني الخليجيه لو مو شرط؟ لا هو صدفه انه الاهل يسمعوه يشتروه. اني اول شيء اشتريته الي كان سيدي. السيدي اي اللي هو يعني مطلع الالفينات. يس اول شيء اشتريته كان تذكرين سيدي شنو كان؟ اي اتذكر مو سيدي واحد، سيدي كان البوم الراشد والبوم الاليسا، كان يمكن البوم اللي بيه بتمون وما اعرف شنو. مع اول شو اسمه لاليسا اول البوم. لا مو اول بس يعني بدايات. من الالبومات الناجحه. البوم لعمرو دياب. شفت؟ عايش ومش عايش اعتقد. لا انت ليش تكبرني؟ شنو عايش ومش 2003 لا عايش ومش عايش. لا اي شلون؟ والله 2003 بس اتمنى ما 2003 اوكي نفس فتره بتمون. خل افتح الورا. واو تليفون ارضي. عندي ذكرى اعتقد مو ذكرى عظيمه وياه بحس بحكم العمر يعني. تتذكرين انه لا طبعا استخدمته؟ اتذكر لانه هو حتى ورا ما صارت الحرب بقت التليفونات الارضيه ايه بقت موجوده يعني حتى ورا فترة. 2003 بقت التليفونات الارضيه. واحنا ببيت عندنا تليفونات ارضيه. وانا كنت اسوي شيء كلش سيء. شنو؟ كنت ادق على الارقام قبل ما يطلع الكاشف. والله يطلع الكاشف هذا بيه كاشف ايه. قبل ما يطلع بس الكاشف. فرصه حلوه تجريب الصوت ولا فرصه سيئه وسوء اخلاق ولا حد يسوي. ما تتذكرين قصه مقلب مسويتها بالتليفون؟ يعني انا كنت اخابر على العالم. ايه بس اعتقد كل الاطفال مسويها. وأتحارش حب بالعالم؟ يستخدم التليفون. كنت اسوي شيء ثاني. كان اكو فد شيء اسمه خط يربط على خط. ايه شو اسمه هذا؟ ممكن اكو تليفون يعني بالبيت مثلا. شنو؟ شطل؟ شطل اوكي. يعني انت ترفع تليفونك وتقدر تسمع الجيران ايش يحجون. ايه ممكن. فكان اكو جيران يحبون بعض، انا ما اكتشفتهم هم. بس انا ارفع التليفون ورا الساعه 1 القى اثنين دا يحجون وهم انا كل ما ارفع التليفون. وانت مستمتعه بهاللاف ستوري كلش. لا هم يكتشفون انه انا دا اسمع. يعرفون الظاهر الصوت يتغير. لا اعتقد تصير دقه انه اكو واحد دا يسمع. فهو كان يقولها مثلا انه يغلط علي انه هذا اللي يسمع ما محترم ما ادري شنو. بس انا اريد اسمع هم ايش راح يقولون. ويعني حاولت اسمعهم بس بصراحه ما سمعتهم بما فيه الكفايه. وكنت اتمنى اكتشف ذولي من الاثنين. ايه وشنو هالقصه بينهم؟ زين على طاري هالموضوع اكو دائما فتره الطفوله يصير اكو اعجاب. اذا مدرستك مختلطه واحد ياش بالطفوله تحسين نفسك معجبه بيه او هو معجب بيك. مريتي بهاي الحاله وحتى ابن الجيران؟ لا ما صار عندك؟ اما كنت طفله لطيفه. كنت طفله مو لطيفه مو حبابه والله جديات. كلش مكروهه كلش شاطره وكلش كئيبه. ما كان عندك اصدقاء يعني حتى؟ يعني باوع من داومت اول سنه كان شهريار ابن الاستاذ فلاح شاكر تحياتنا اليه الكاتب المهم. فلاح شاكر كان طالب وياي. وكانوا الناس المهمه بهاي المدرسه اولاد الناس الكويسين ما عندهم بالمدرسه غيرنا يقتلونه يوميا. انا شهريار الطلبه القابلين للتنمر. يعني احنا الاصغر عمرا فكانوا يقتلونه. فلان كنا ننقتل كنا ما نحكي يا احد. وبعدين شهريار اعتقد سافر وما ادري شنو صار. فانا كنت طفله كئيبه ومو لطيفه ومو حبابه. وما سوين صداقات. وما صار صداقات. وما نعجب. بس احس هم المدرسه مسويت لك نوع من العقد، نوع الطبقيه اللي بيها، انه ذولا ناس اعلى لا يعني تعرف اعتقد انه ما حد قال لنا انه اكو هاي طبقيه. يعني انت من كبرت افتهمت. من كبرت افتهمتيها. بس انت ما كنت تعب ذاك الوقت انه اكو طبقيه واكو ناس اعلى وناس اقل. يعني بوقتها ما كنت تفهم. كنت تشوف هذا المكان احلى من هذا المكان بوعيك الصغير. بس ما حد قال لك انه اكو احد اعلى. ما تحس انه احد احسن ابدا. يعني زين حتى كمعامله ما كانوا يعاملون يعني يعتبرون انه هذا شخص اقل منهم؟ ابدا. كقتل او هاي لنا اطفال يعني يضربوكم وهيك؟ ابدا. يعامل الكل بنفس الطريقه ويعامل الكل. لا قصدي الطلبه مو المسؤولين يعني الطلاب.
الطلاب لا، الطلاب طبعا يعني انه شلل الاقوى يضرب. الاقوى يضرب بأي مو مكان. شرط مكانته يعني. باي مكان الاقوى يضرب، البقاء للاقوى. البقاء الاقوى هي مثل غابة المدرسة. هي المدرسه اكثر مكان يصير بيه. اني هسه كلش ناعمه، على خلاف ما اطلع بيه بالتلفزيون. اني كبير، اني كلش صغيره. من شلت اني دخلت للمدرسه اكبر من عمري بسنه، لان اني كلش ناعمه واهلي خافوا، فعدوا لي سنه حتى ادخل واني شويه كبيره. فحرفيا بال 700 طالب اني الاصغر حجما، فلازم اني انكتل. انا كنت مو الاصغر، كنت الاضعف. انا حاليا ضعيف مو؟ أوكي. كنت اضعف ب 50 مره. زين. انا كنت ودائما تجي نكات السخيفه هاي، تاكل بالدين انت؟ هاي شايفها هاي؟ سباجيتي. ايه لا ما انتم ما يعرفون سباجيتي كانوا بس ها شنو تاكل بالدين؟ الصندوق الاخير ممكن بي ذكرى وبي شيء حنشوفه هسه مثل الترشيح. شوف انا ما عندي استعداد ابكي مره ثانيه. لا ما بيبكي ان شاء الله. لان انا شويه وحده فطيره ودمعتها قريبه، لا والله مو دائما تدري. بس اشياء مصيريه يعني. بس فعلا هي القصه مؤثره يعني للامانه. يعني, يعني شكرا لان جاملت. لا هي قصه فعلا مؤثره. كلندايزر. الكتاب هو ترشيح لروايه. اول شيء خلينا نتذكر هاي. تتذكر شنو ذكريات ثانيه جليندايزر؟ ما كنت احبهم، ما كنت احب هذول الهيروز. من انت صغيره تحبين نفس الشيء السنافر او توم وجيري؟ اي احب الاشياء اللطيفه بس ما احب هذول الهيرو. تحسي اكبر. اي وبعدين من كبرت قمت اشوف مارفل بس حتى اعرف شنو مارفل، بس انا حتى ما تحبين افلام ما احب، بس انا شايفه طبعا كل افلامهم من باب المعرفه. من باب المعرفه بالشيء. لغز عشتار هو مو خيار بقد ما هو ترشيح لروايه او كتاب اذا تحبين ترشحين للناس انه يقروها. حلو حبيت. الكتاب اني ارشح للناس انه يقروه. اكو كتاب مو روايه او روايه يعني اي كتاب كيفي. اكو كتاب لحنا بطاطو اسمه العراق. حنا بطاطو من اهم الناس اللي كتبوا عن العراق الحديث. اي عراقي اعتقد محتاج يقرا مو يكتشف بس يلفت نظره لهواي اشياء بالعراق، هو محتاج يكون دقيق بمعرفتهم. انه يعرف البلد اللي عايش به، بلد الحضاره هذا الممتدى. العراق المعاصر هذا اهم ما بالكتاب. هو الكتاب المعاصر. العراق الحديث. ترشيح جميل طبعا. شكرا. لازم اي واحد يقرا. طبعا هو مجلد كبير مو صغير. بس لازم اي واحد يقرا. اكيد مهم جدا. وشكرا. هذا الكتاب ابوقه صح؟ ابوقي يلا بنطلع ابوقه. ابوقي قدام الكاميرا. ما راح تقول لي رجعي. لا انا احب ابوق كتب. ومهم جدا لتاريخ العراق طبعا الكاتب فراس السواح لغز عشتار طبعا احد آلهة العراقيين القدماء. مؤنثة اكيد واصل الدين والاسطوره. انا كلش احب عموما، انا كلش مهتمه، مو كلش ما يصير اقول كلش بس يعني انا احب بالحضاره العراقيه. لا اخذها فرصه وارشح لك برنامج تشوفيه اسمه بابيل، يحكي عن قصص الحضاره العراقيه القديمه. عظيم. يعني انا قاريه كل طه باقر. بالضبط طه باقر العظيم، مقدمه في تاريخ العراق القديم وادب العراق القديم. طه باقر بكل النسخ والتغييرات اللي صارت ويا النسخ، يعني التغيير بين النسخه الخامسه والنسخه انا حتى اقرا مقالاته لحبي الكبير للكاتب الكبير طه باقر من بابل. زين رشحنا روايه، اكو فيلم او مسلسل طبعا عربي او اجنبي تحبين ترشحيه؟ اكو مسلسل انا ارشحه لكل اصدقائي، اكو هواي ناس شايفته، هو مسلسل معروف بس انا ارشحه لكل الناس لان هو مسلسل كل حلقه من فكره وكل فكره تعيد رؤيتك بهواي اشياء. مسلسل اسمه بلاك ميرور. بلاك ميرور؟ ميرور حلو. بلاك ميرور لازم كل الناس تشوف هذا المسلسل. اتمنى بالذات الناس اللي بالوسط واللي دا تشتغل دراما واللي دا تشتغل دراما بائسه بليز شوفوا الدراما عالمية. طبعا المشاهده جدا مهمه للممثل وللمخرج ولصانع الاعمال. دائما الناس ما تشوف خصوصا الاعمال المنتشره، واكو ناس تشوف وتبوق بطريقه غبيه بطريقه الكوبي او النحت يعني بوقوا بس مو بهالغباوه كمان يعني سقطوها على الواقع العراقي، غيروا بحجم الكادر، التاتش المصري على قولة اخواننا المصريين. التاتش العراقي خلوه. التاتش العراقي خلوه. مثلا اكو قصص تبين انه هي غربيه مو من واقعنا، ما تشبهنا لا كلبس لا كعادات، واكيد واضح يعني اكو بس احنا اكثر شيء نبوق من الدراما التركيه، ما تعبنا تصريح ارجع اصارحه مره ثانيه او مره ثالثه. انا قلت انه ويا صديقي حسام الحاج تحياتنا الى الاعلامي المهم، قلت انه لو اكو جمله يقولها محمود درويش، يقول اتحدى امريكا ان تفعل بنا ما فعلناه بانفسنا. فاني اتحدى جهه حاولت تشتغل على ان تسطحنا ان تقدم الدراما بسطحيه الدراما اللي قدمت. مع الاسف مو احنا مع الاسف هاي جمله خطيره وانا راح اتحاسب عليها، وانا للمره العاشره اعتذر على هاي الجمله. هاي يعني رايك الشخصي طبعا،
وبرايي اغلب المتابعين، يعني اغلب الدراما تشوفيها قريبه للدراما التركيه اللي ما تشبه واقعنا كصوره وكسيناريو وكاخراج، هي دراما بعيده كل يعني البعد أنا ما عن أنا واقعنا. عموما أنا دا أقول هاي وجهة النظر مو كإعلامية، كإنسان متلقي طبعا كل عادي، انسان او كل حتى لا متلقي حد يزعل مني. الى رايه الشخصي. زين، بما انه رشحتي مسلسل، Yes. اكو فيلم تحبيه كلش وما تحبيه ترشحيه؟ بما انه واضح انه متابعه للاعمال حاول عربيه او اجنبي. لا ما أتذكر فيلم، ما أتذكر. ما حبيت ترشحي فيلم؟ لا لازم أصفر. لازم أصفر، لأني هواي أحب أعمال مو إيه. كلش مهمة ممكن تضحكني. أحب الأشياء اللي تضحكني، إيه. أحب الأشياء السخيفة اللي تضحكني. ممكن مرات واحد مزاجه يحب يشوف هيك شغلات، يعني مرات اروح اشوف الافلام اللي هي مال تينيجرز. أقول لك أنا اليوم ماخذة حباية الصراحة، قلت كل شيء بصراحة أكثر من ما أريد. ضار المكان بيش. والله العظيم صرحت. أني أعتذر. لا بالعكس، خصوصا انا كنت طبعا حاب انه نتناقش في الموضوع هذا، وبشكل دراما طبعا بالانتاج، بس اغلب الانتاج هو لا هو هم مو غزارة بالإنتاج، نو هي مو لا غزارة مقارنه بكل السنوات الفائته، يعني دا يصير أفضل من السنوات الفائتة، بس أفضل. ما نقدر نقول لكم غزارة. بس يعني أنتم دا تشتغلون صورة حلوة، ودا تجيبون شباب حلوين، ودا تجيبون بنات حلوات، ودا تقولون إنه ممكن يكون عندنا جيل طبعاً أكيد. ممثلين مهمين وحلوين، يحتاج وقت ويشبهون الشباب اليوم. بس اشتغلوا على فكرنا، احترموا فكرنا، احنا مو بهالسطحية. اعتقد النص مهم، مو بس الصوره، يعني اكو ناس تدور صوره حلوه، بس السكريبت اهم من محتوى. الصوره طبعاً. والمحتوى مال العمل، وشنو رسالته وشنو يهدف. وحتى من يحاولون اكو هواي اعمال اذا تلاحظين حضرتك اعلاميه، انه هو العمل رساله اعلاميه، الدراما ما تكون رساله اعلاميه مباشره مثل التوك شو، وهذا اللي دا يصير بالهواي اعمال يعني. المهم الرسالة ما تكون سطحية، أنا هذه مشكلتي، لأن أكيد. الأعمال حاولوا يخلون بها رسائل، بس زين. الرسائل تصلح لأن تكون رسائل أطفال. ماكو عمل عجبك عراقي من فتره، مو أنا ما حاليا؟ شفت الكل. لا مو حاليا، بس اخير مثلا 5 سنوات اللي صار بيها لا شوي طبعا إنتاج. طبعا اكو ناس هوايه مهمه اكيد، يعني اللي سووا ولايه بطيخ كان مهم جدا. سووا بدايه لوجود الدراما ووجود جيل جديد الى اخره. علي فاضل قدر يصنع نجوم، قدر يكون صانع نجوم بوقت ما كان اكو بيه احد صانع نجوم. فعلا، اكيد خصوصا شباب. اكيد انا مدى الغي جهد احد ابدا. لا أكيد. بس الاراء مهمه، خصوصا ولا اني ولا الاهم مني يقدر يلغي جهود، نو واي. بس انا دا اقول انه فكريا احترموا فكرنا بس. فعلا احترموا عقول المشاهدين. وعلى فكره يعني مهم جدا من يصير اكو بناء درامي تكون اكو اراء، يعني نشوف الدراما المصريه اللي هي مثل قريب علينا، دائما اكو اراء من مشاهدين ومن نقاد ومن اعلاميين، واراء صريحه جدا بالاعمال الفنيه طبعا حتى تعلي الجوده مال هاي الاعمال. شرفتينا، كلش استمتعنا وياك وتذكرنا رغم انه ضوجناش ممكن وجيتي، بس كانت ذكريات كلش حلوه. شكرا جزيلا. حابه تقولين شيء توجهيه اليوم الصراحه هذا؟ مو كلش صريحه والله. يعني ما ادري شو اقول. انا عيد ميلادي بعد كم يوم. كل عام وانت بخير، ونتمنى تكون سنه سعيده عليك. وقلت لامي حكايه البارحه، امي ما صدقتها، يعني تخيلتني دا عندي مصلحه وياها. انا قلت لك انا مو كلش لطيفه، بس انا لطيفه صح؟ لطيفه لو لا؟ والله نص ونص. اوكي. اي صح، انا نص ونص. انا مرات اصير كلش لطيفه مرات مو لطيفه. فرحت لامي قلت لها اني احلى شيء صار بهاي السنوات اللي عدت انه انت بيها. فقالت لي شو تريدين؟ ما صدقت. فاني على الهواء مباشره اني ما اريد شيء، وفعليا احسن شيء صار بحياتي انه انت امي. بس شو تريدين؟ اريد نعرف. ما اريد شيء والله. جديات. شكرا لك كلش، انا كلش استمتعت ومع السنه بالوقت، واتمنى تكوني استمتعتي انا بالذكريات وبالصراحه وبالكتاب مال فراس السواح. ثانك يو سيف لان جبرتني اجي. ثانك يو. وهسه وصلنا الى الفقره الاخيره اللي هي فقره ترشيح فيلم للويك اند، تقدر تشوفه باي مكان موجود الفيلم متوفر. فيلم اسمه ذا شاوشنك ريدمشن، الفيلم اللي هو مصنف افضل فيلم بتاريخ السينما. وهواي تساؤلات ليش هذا الفيلم براي النقاد والجمهور وكلها تجمع على انه هو الفيلم الافضل بالتاريخ. الفيلم اللي يحكي لنا عن اندي المحاسب الذكي جدا اللي يتهم انه هو قتل زوجته وشخص ثاني وياها بتهمة الخيانة، وفعلا يدخل أندي للسجن. الأهمية مال الفيلم تكمن بوجود أندي داخل السجن والدراما الاجتماعية اللي قدمها. طبعا دراما السجون من أهم
المناطق اللي ممكن تلعب بها بالسينما، وحتى علاقة أندي مع ريج صديقه اللي لعب دوره مورغان فريمان واللي أيضا لعب دور الراوي، كانت هي قصة الفيلم، هي القوة مالته. حتى قبل المفارقة اللي تعد واحدة من أفضل الالتواءات بتاريخ السينما، أنت تطلع من الفيلم راضي، رغم أنه الفيلم من العنوان مالته راح يبين لك الفيلم شنو، راح يحرق لك الفيلم، بس تشوفه أنت مستمتع بأندي نفسه وباللي يسويه. فأتمنى تشوفون الفيلم وتستمتعون به، ونشوفكم بحلقات قادمة من زوم، وإلى اللقاء.